يا صباح الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا زمانكم دلوقتي بتشوفوا الصفحة عندي شغالة بس في الحقيقة يا ولاد انا مش موجودة، اختفيت خليني ابتدي معاكم واقول لكم محضره لكم فلوجات حلوة جدا، وهبتدي معاكم واقول لكم انه مصيفنا السنة دي كان في MSC مارافيليا، وهي من الكروزات الكبيرة جدا. خليني هبتدي واقول لكم احنا اخدناها بالظبط من انهي منطقة، وفي نفس الوقت قعدنا كام يوم، او ميني ستيب احنا عملناهم. اول حاجة انا بالنسبة لي اكتر الحاجات المفضلة الى قلبي ان انا اكيد ما اركبش طيارة، ودي حاجة انتوا عارفينها. هتقولي يعني انت ما بتركبيش طيارة بس عادي تقعدي في المنظر ده؟ يا ولاد مش قادرة، يعني مش قادرة اعرف ازاي انا مركبش طيارة اقعد فيها ساعة 12 14 حتى اتليست لو يوم، واقعد في المنظر اللي انتوا شايفينه ده 7 ايام. يعني ازاي معرفش، بس يمكن عشان انا بحب البحر بس مش بحب انزل في البحر، ممكن اتفرج عليه بس من بره. فخلوني اقول لكم ان احنا ابتدينا وعملنا بوكد للكروز من على الاب بتاعهم ذات نفسه، بتدخلوا بتلاقوا عروض كتيره جدا تقدروا تعملوها، بس طبعا ابعدوا عن الشهور الاساسيه، او لو انتوا طبعا حابين تدفعوا هي ايا كان ايه اللي هتدفعوه هتلاقوه برده في نفس الوقت ارخص بكتير من ما انتوا تجهزوا لنفسكم تعملوا يعني تحجزوا طيران، وبعد كده هتشوفوا بقى هتاكلوا فين، هتروحوا الاماكن اللي هتدخلوها فين، الكلام ده كله اللي انتوا هتدفعوه هنا هتدفعوه هو مره واحده بس، وبعد كده كل حاجه جوه المركبه انكلود. خلاص طيب احنا ركبنا من نيويورك، وبعد كده اخدنا 2 دايز في الميه، وبعد ال 2 دايز في الميه نزلنا اول ستيب. احنا ركبنا يوم الحد، يوم اخدنا الحد كله والاثنين كله. يوم الثلاث كانت اول نزله لينا من المركبه، وهي كانت في فلوريدا. خلاص نزلنا بورتو كارنفال، ودي طبعا بتقدروا تنزلوا هناك، عايزين تروحوا الشاطئ اوكي، عايزين تتمشوا بس اوكي، مش عايزين تنزلوا خالص اوكي برضو. تاني يوم اليوم اللي بعديه على طول احنا رحنا فيها بهامس، ويعني هحكي لكم موقف على بهامس هسيبه دلوقتي عشان مش عايزه افتكره. وبعد بهامس رحنا نزلنا اخر ستيب كانت لينا هي امبارح يوم الخميس، كانت الجزيره مخصصه لام اس سي، انا مش فاكره حاجه اوشن كده، جزيره مخصصه بتاعتها هي بس. وبعد كده هنقعد يومين تاني في الميه، وهنرد بقى تاني باك للبيت بس دي بتبقى الاستبات بتاعتها. طيب انا عملت ايه بالظبط عشان اخد جود برايس؟ خلوني اكمل لكم. لو دخلتوا على الاب بتاعهم ذات نفسه وحبيتوا، لو انتوا مثلا هتكلم على الحاله بتاعتي انا، لو احنا مثلا 4 تنفار محتاجين ناخد اوضه لينا احنا الاربعه، لما دخلنا عليها على الاب لقيناها اغلى بكتير، ويمكن كمان الدبل برايس بتاعتها. لكن لما تيجوا تحجزوا سي مثلا، انا هتكلم على السيتويشن بتاعتي انا لما جيت احجز ودخلت على ان انا اخد اوضه اللي تنفع ل4 افراد، طلعت غاليه جدا، طلعت في حدود الاسبوع عامل حوالي 4000 دولار. اوكي طيب جيت بعد كده جربت ان انا اخد اوضه واحده بس لازم يبقى فيها 1 كيدز و1 ادلت، وقعت عليا الاوضتين ب 2800، فده رخيص كده طبعا انا جبتها ارخص بكتير. عايزه اقول لكم، وانا عارفه ان انا دلوقتي بسجل لكم الفيديو ده هينزل بعد كام يوم لسه، بس عايزه اقول لكم انه في عروض في شهر 8 وفي شهر 10 حلوه قوي، تقدروا تاخدوها رخيصه جدا جدا جدا. خلاص حبيت اعمل لكم الفيديو دي اقول لكم على التجربه بتاعتي. انا على فكره الكروز ما تعتبرش اول مره ليا، دي تعتبر تاني مره. جربت اول مره كارنفال حلوه، بس المراكب بتاعتها قديمه شويه ما فيهاش اي حاجه، بس البوينت انه الاكتيفيتي بتاعتها مش بتبقى كتيره قوي زي ام اس سي. طول ما انتوا قاعدين طبعا بالليل حفلات بتشتغل، ورا حفلات ورا حفلات ورا حفلات، هتلاقوا الفلوجات كلها هتنزل لكم واحده واحده عشان تعرفوا اليوم بيمشي ازاي، الكيدز كلاب، الحاجات دي كلها. بس الحاجه الوحيده اللي انا واثقه فيها ان انا عايزه اقعد هنا وما امشيش الحاجه الوحيده اللي انا واثقه فيها وامصم لكم بيها بالعشره انكم هتتبسطوا جدا، وعيالكم هتتبسط جدا، وهتقعدوا ال7 دايز ممكن ما تقدروش تخلصوا كمان المركبه. يعني المركبه ولاد حجمها مش قليل. هحاول اصور لكم، يعني انا مصوره لكم
حجم المركبه اوريدي من بره بتمشوا فيها مشي كتير قوي، مليانه حاجات ومليانه اكتيفيتي للعيال وليكوا كل حاجه تتخيلوا. عايزه اقعد هنا. طبعا انا كنت بعمل الفيديو ده عشان بصور لكم طبعا الشروق اهو، شايفين؟ بصوا المنظر، غير نظافه الاكل. عايزه اقول لكم المطاعم هنا شغاله 24 ساعه، سناكس بالليل، سويت ستاف، فروت، جو، everything ممكن تتخيلوا ليكوا وللعيال. يعني هكلمكم في فيديوهات تانية عن حاجات تانية اكتر بكتير، حاول على قد ما اقدر الم لكم المنهج كده بتاع ال7 ايام، بس اللي انا عارفاه ان انا عملت لكم فيديوهات جامده جدا 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 جدا.